الأكاديميين، اتحادات، نقابات، أبنائنا وأهلنا في طرطوس كلهم باسمه ورسمه، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا، شرفتونا في هذا اللقاء الطيب المبارك. ونحن عم نستضيف باسم محافظة طرطوس وباسم جميع ممثلين لكل أهالينا في طرطوس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد وأعضاء اللجنة جميعا، شرفتونا، حياكم الله. آلاف الحرائر واليتامى لصون الشعب قمنا من ثنينا، وبسم الله حربا وسلاما، ليهلك أهل غاوية وبطش ويحيا أهل سوريا كراما. كل من ها هنا موجود منتمي إلى هذه الأمة وهذا البلد وهذه الحضارة تماما كالانتماء إلى أرحام الأمهات. ما حدا منكم اختار رحم أمه، أنتم سوريين يعني سوريين. مسيحي، درزي، علوي، شيعي، ما فرق معنا، أنتم سوريين. عم نشوف كما ذكرتم السوري في كل مكان مكرم كان إلا في وطنه. اليوم اجى الدور ان يكرم السوري وتحفظ كرامته في وطنه. احنا اكيد بنشد على ايديكم بايدينا حتى نبني هالوطن ونقول بالفعل نريد يكون في ديمقراطيه وشفافيه وحريه وفوق كل شيء في صيانه لكرامه الانسان التي انتهكت لسنوات. شكرا جزيلا. بشكركم كثير السيد محافظ خديوي الامر بهاللقاء الرائع. نتمنى أن يكون مجلس الشعب كما تفضل المتحدثون جميعا أن يكون يمثل بالفعل الشعب وليس يمثل على الشعب. أتمنى التوفيق لكل من يترشح لمجلس الشعب ويمثل تمثيلا حقيقيا للشعب ويحمل هم هذا الشعب من أجل أن يخفف من هذه الآلام التي أصابت الشعب على مدى عقود. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.